السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب الصف الأول الإعدادي، طلاب السفارة، أبنائنا في الخارج. ركز مع بعض كده يا جماعة، واللي يقف معاه حاجة يبعتلي إن شاء الله وهرد عليه. أهم الأسئلة أسئلة امتحانات إن شاء الله. ركز مع بعض كده ويلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. أول حاجة متنساش تعمل لنا لايك للفيديو وتشير الفيديو ده على أكبر قدر ممكن عشان الطلاب كلهم يستفادوا. تعمل لنا اشتراك للقناة بتاع اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك باقي التوقعات. هنا بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة. جذر التربيع 5 تربيع ناقص 4 تربيع. أول حاجة أما يجيلي مسألة بالشكل ده أنفذ العمليات الحسابية اللي تحت الجذر. طب يا مستر يلا هنفذ جذر التربيع 5 تربيع ناقص 4 كل تربيع، يبقى نفذ اللي تحت الجذر. 5 تربيع ناقص 4 تربيع. طيب 5 تربيع بكام يا مستر؟ ب25 ناقص 4 تربيع ب16. ممتاز. لما تيجي تطرحهم من بعض 25 ناقص 16 هيديني 9. يبقى الجذر التربيع 9 بيساوي كام؟ 3. في باشمهندس شاطر هنا قال لي موجب او سالب 3. باشمهندس ولا الدكتور الشاطر هو اللي هيقول لي امتى اخد 3 وامتى هاخد موجب او سالب 3. ممتازة ممتازة يا دكتورة افنان. قال لك ايه؟ قال لي لو قايل لي اوجد مجموعة حل المعادلة كنت هاخد موجب او سالب 3. اما مادام مش قايل لي جايب لي سؤال يختار كده يقول لي الجذر التربيعي الكذا يبقى هاخد موجب 3 بس. تاني حاجة بيقول لي احتمال وقوع الحدث المستحيل يساوي كام؟ باشمهندس أسامة ممتاز، يساوي 0. احتمال وقوع الحدث المستحيل يساوي 0. طب احتمال وقوع الحدث المؤكد، احتمال الحدث المؤكد بيساوي 1. أسئلة بتتكرر كتير في الامتحانات يا جماعة، نركز مع بعض. رقم 3 بيقول لك ايه؟ إذا كان أ بيساوي ب فإن 3 على 5 لكل أس أ ناقص ب. طيب هشوف الأس أ ناقص ب، وأنت كده كده عندك إن الألف بتساوي الب، يبقى أقول له 3 على 5. أشيل الألف وأحط مكانها ب، يبقى ب ناقص ب هيديني 0. يبقى 3 على 5 بكل أس 0 بكام؟ ممتاز. أي حاجة أس 0 عندي في الرياضيات ب1، يبقى الإجابة 1. طيب سؤال رقم 4 بيقول لك 2 لكل أس سالب 3. تمام. قال لك يا مستر هنا الأس سالب بخليه في المقام يبقى موجب. ممتاز. يبقى 1 على 2 أس 3 يبقى بيساوي 1 على 8. ممتاز. مش هطول لكم حلقة الفيديو، يعني هحل 10 أمثلة أجزأهم لكم يا جماعة عشان محدش يمل برضو من الفيديو والطالب يستفاد بأكبر قدر ممكن من الأسئلة. عرفنا 2 أس سالب 3 دي بيساوي ايه؟ الأس سالب أخليه في المقام بموجب عشان أطير السالب، يبقى 1 على 2 أس 3 بيساوي 1 على 8. يلا ندخل على الصفحة اللي بعدها. هنا بيقول لك ثلث العدد 3 أس 15. ثلث دي يعني ايه يا جماعة؟ ثلث 1 على 3 في 3 أس 15. طيب احنا عارفين مسألة هنا أصبحت بسط على مقام 3 أس 15 على 3. عند الاسم بنعمل ايه؟ ممتاز، بنطرح الأسس. يبقى 3 أس 15 على 3 أس 1 يبقى 3 أس 14. 3 أس 15 ناقص 1 3 أس 14. هنا رقم 6 بيقول لي 2 أس 2 زائد 2 أس 2 يساوي كام؟ الله ينور عليك. طالب قال لي 2 أس 3. تعال نقول ليه بقى 2 أس 3. ممكن واحد يقول لي يا مستر دي معناه عبارة عن 2 في 2 أس 2. ممتاز. وعند الضرب بنجمع الأسس، هنا أس 1 وهنا أس 2 يبقى 2 أس 3. ممتاز. يمكن طالب ممتاز يقول لي يا مستر طب ما انا يا مستر اخد 2 أس 2 عامل مشترك هيتبقى لي 1 زائد 1، وهي نفس الطريقة اللي فوق اللي هي 2 في 2 أس 2 هتبقى عبارة عن 2 في 2 أس 2 برضو ب2 أس كام؟ 3. يعني نشغل دماغنا يا جماعة. أسئلة توقعات طلاب السفارة يركزوا جدا جدا جدا. رقم 7 بيقول لك المعكوس الضربي للعدد الجذري التربيعي 16 على 49. تمام. أول حاجة جذر 16 على 49 دي عبارة عن ايه؟ جذر 16 بكام؟ ب4،
وجذر التربيع 49 بكام؟ ب7. طب المعكوس الضرب بنعمل ايه؟ يا دكتور أسامة؟ ممتاز، بنشقلب يا مستر. يبقى المعكوس الضرب يا جماعة نركز هو 7/4. ده ينور عليك. ركز في السؤال الجاي جدا مهم جدا. يقول لك اوجد مجموعة حل المعادلة س زائد 5 بيساوي 2 في ط هي. طيب مستر بيقول لي ممتاز، يعني الموجب 5 بسالب 5 في الطرف الأيسر، يبقى أقول له س بيساوي 2 ناقص 5. يبقى س هتساوي كام؟ -3. ممتاز. ما نستعجلش بقى يا جماعة، لازم أقرأ السؤال بتاعي دي آخره، ما أقولش أوجد مجموعة حل المعادلة بس، لا نركز كده. قايل فين؟ في ط. طب هل -3 دي بتنتمي لط؟ ممتاز. ممتاز يا باشمهندس محمود. قال لك ايه؟ -3 دي يا مستر لا ينتمي لط، يبقى مجموعة الحل بايه؟ بفاي، لان ط بتشمل الاعداد الموجبة والصفر. لما يجي يقول لك سؤال زي ده يبقى مجموعة الحل بفاي. تمام يا جماعة؟ يلا ندخل على السؤال اللي بعده. بيقول لك إذا كان 5 أمثال عدد ما هو 45 فإن ثلث هذا العدد يساوي كام؟ طيب طالب بيقول لي هفرض إن العدد س يا مستر. ممتاز، الله ينور عليك. يبقى 5 س بيساوي 45، يبقى الس هتساوي كام؟ ممتاز، بيقول لي الس هتساوي 45 على 5 هتساوي 9. ممتاز، انا كده جبت العدد ب9. طب تلته يبقى كام؟ ممتاز، الله ينور عليك. تلت هذا العدد يبقى تلت في 9 هيساوي 3، يبقى تلت العدد بيساوي 3. تمام يا جماعة؟ رقم 10 بيقول لك عند إلقاء قطعة نقود منتظمة مرة واحدة فإن احتمال ظهور كتابة، سواء قال لك احتمال ظهور كتابة ولا احتمال ظهور صورة، بيساوي 1/2. تمام يا جماعة؟ يا رب نكون استفدنا. ما تنساش تعمل اللايك الجميل وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس، واستنى مش هطول لكم الفيديو، هخلي الفيديو قصير عشان برضو الطالب ما يملش. ما تنساش تعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس وادعي لنا دعوة حلوة كده من قلبك. ولو عندك اي استفسار اي سؤال ممكن تخش تتواصل معنا على الواتساب وتسيب لنا سؤالك وهنرد عليك ان شاء الله. نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.